حكاية بين أمير وأميرة، حكايتهم بين جن وعشيرة، وبشر دخل العصيرة، ده صراع عريش القيرة، وبعد كام أسبوع كان أشوران قاعد لوحده حزين في جنينة قصر والده أرسلان، وضوء القمر كان منور المكان. قربت منه أخته ليلان عشان تعرف إيه اللي مضايقه. مالك يا أشوران؟ في حاجة مضايقاك؟ قولي وفضفض، أنا أختك. حاسس إني متكتف بين هكتوران وشانجان، خايف نهاية المملكة تكون على إيدهم. ليه بتقول كده يا أشوران؟ هكتوران قوي وفاتح صدره للنار، وشانجان مسلم عقله الأرمان، وأنا ضعيف ومريض وخايف على مراتي وعلى ابننا اللي هتولد. خايف يا ليلان ومش عارف ليه. ما تقولش كده يا سمو الأمير، أنت هتخف بإذن الله الشافي وهتفرح بابنك كمان. صدقني يا حبيبي، اهدى كده وقول يا رب. وفي الوقت ده كان أرمان وشنجان عند الساحر عسقلان في شقته عشان يطلبوا منهم مطالبهم الشيطانية. طلبك محال يا شنجان، ولا كل سحرة الجان يقدروا عليه. ليه يا عسقلان؟ اطلب اللي انت عاوزه مني ومن شنجان، بس يتم المراد. وانت ايه مرادك يا أرمان؟ عاوز اكون ملك القيروان واتجوز سليان. يبص عسقلان على شنجان اللي كان ظاهر عليه الخوف والتردد. انت متردد يا شنجان، عكس أرمان اللي عارف هدفه ومصلحته كويس وعقله هو اللي بيحركه. لكن انت لا، بقول لك طلبك محال. انا عاوزك تلاقي لي حل عشان اخلي هكتوران ما يبقاش وريث العرش. يبحلق عسقلان في شنجان بنظرات مرعبة وعينيه بيطق منها الشر والغل. علشان ده يحصل لازم تقتل 700 روح بريئة من الجان، وتذبح بإيدك طفل من دمك عشان دمه يبارك تعويذة الموت. ايوه بس يعني ليه كل ده؟ لأن قوة هكتوران وقدراته أكبر من أقوى قبائل الجان، وده لأنه لما اتولد باركه الحكيم أرسلان أمهر ساحر عرفته ممالك الجان في تاريخها كله. وانا مصر على طلبي مهما كان الثمن يا عسقلان، وهنفذ كل اوامرك حتى لو كلفتني حياتي. هو ده الكلام. مبروك عليك الرهان يا ملك الرهان، يا ملك الرهان. وفي نفس الوقت كان الملك سكارس قاعد في جناحه الفخم في قصره في مملكة الجن الأزرق مع وزيره ميخون. ميخون، انت عارف ايه المطلوب منك بالظبط؟ مهمتك صعبة قوي، انت هتروح عالم تاني. جلالة الملك سكارس، احنا في خدمة لوسيفر الممجد فوق الأرض أو تحت الأرض. وللعلم هما زينا عندهم حروب وجهل وضلال، ودورنا ننشر الجهل أكتر وأكتر. أنا عايز أكون المتحكم في كل عالم الجان والأراضي السبعة. لازم أتحكم في عقولهم وثقافتهم واقتصادهم وديانتهم. ميخون، أنت وزيري الأول وكاتم أسراري. لو فشلت في مهمتك هموتك، فاهم؟ ما تقلقش يا جلالة الملك، أنا عارف أنا هعمل إيه بالظبط. عالمنا هيسود ونسلهم هيموت، عشان كده الساحر عزام لازم يكون معانا يا جلالة الملك. تقصد البشري عزام الإدريسي؟ وهو هيوافق؟ ده يبيع روحه عشان الفلوس والذهب. ولعلمك هو فعلا قرا تعويذة عشان يحضر بيها ملوك الجان،
والتعويذة اتوجهت لي. وانت هتعمل ايه؟ لازم يقدم لنا القرابين، والقرابين هتكون مكلفة قوي. أما ساموران فنفذت خطة أخوها عسقلان، وبدأت تشاغل هكتوران وأخوه شنجان في نفس الوقت. وبعد كام أسبوع كان هكتوران عندها في شقتها الخاصة اللي على أطراف المملكة، وبرغم محاولتها إغواءه بدلعها ولبسها المثير، لكن هكتوران كان عقله في حتة تانية خالص. هكتوران حبيبي، مالك؟ مين واخدك من سامورا؟ انت مش معايا خالص. ايه، ما وحشتكش؟ بصيلي كده وخليني ابص في عيونك اللي سحراني وجاذبيتك اللي ملهاش وصف. لو تعرف انت بتعمل ايه فيا كل ما ببقى معاك وجنبك. مفيش، بالي بس مشغول شوية. انا عارفة انت سرحان في مين. على فكرة بقى، أنا أحلى منها وعندي اللي مش عندها. هي ناشفة وجامدة ومش فاهماك زيي. سيبك منها وخليك معايا. هنسيك اسمك واسم اللي خلفوك، يا قمري وشمسي وعشقي وناري اللي قايدة على طول. ياني منك. يا حرام، كل ده حب فيا يا ساموران؟ بتحبيني قوي كده؟ وبموت فيك ونفسي نتجوز بقى واكون جنبك ملكة الرهان يا جلالة الملك القادم بعد عمر طويل لوالدك طبعا. ملكة الرهان مرة واحدة؟ كبيرة قوي دي يا سامو يا روحي. مش مقاسك ولا قدك خالص. انت اخرك امير اهطل عبيط مش فاهم السما من العمى زي شنجان يا حياتي. شنجان؟ انت تقصد ايه؟ انا عارف العلاقة اللي بينك وبين اخويا شنجان، لكن دي حاجة ما تهمنيش. عارفة ليه يا حياتي؟ عشان سمو الأميرة الناشفة العانس اللي لابسة تاج الشرف واللي يدور عليها يلاقيها. اخرسي ولا كلمة، بدل ما سيفي يطير راسك يا فجرة. سليان مش لابسة تاج الشرف، سليان الشرف نفسه. انت اخرك عندي علاقة طياري، لكن حب ونظافة وجواز كل دول عنوانهم سليان. فاهمة ولا مش فاهمة يا سامو؟ ومع الأسف واحدة زيك هي اللي ضيعتها مني وخلتها كرهاني وبتتعامل معايا بمنتهى البرود. والله لأندمك انت وهي يا هكتوران على كل اللي قلته. انت آخر واحد يتكلم عن الشرف. مبروك عليك الأهطل شنجان، وابقي وريني هتبقي ملكة الرهان ازاي. برا اطلع برا. وبعد كام يوم كان أشوران بيحتفل بولادة ابنه وسط عيلته وعيلة مراته افتتان في قصر والده أرسلان. حمد لله على سلامتك يا افتتان يا حبيبتي، ولد زي القمر، وهسميه هكتوران زي ما اتفقنا. الله يسلمك يا حبيبي، شبهك قوي. مبروك يا جلالة الملك أرسلان، وانت يا جلالة الملكة نوران. يبص أرسلان لبرسان بنظرات مليانة حب وحنين، لكنه يحاول يخفي مشاعره. أما هي فبعدت نظرها عنه بسرعة. مبروك لينا كلنا يا جلالة الملكة برسان، وعقبال ما نفرح بسليان وفيروزان. أمال فين سليان؟ مش شايفاها معاكم. تبص نوران من الشباك على هكتوران وسليان اللي كانوا بيتمشوا في الجنينة. ايه ده؟ دي في الجنينة ومعاها هكتوران، أصلها بتحبه قوي. ما هو حبيبي هكتوران يتحب بجد. حاضر يا سليان، أما نروح القصر. أما هكتوران فكان ماشي جنب سليان في جنينة قصر والدها يحاول يصالحها، لكنها كانت بتحاول تبعد عنه. سليان من فضلك استني، عاوز اتكلم معاكي شوية. الكلام خلص من زمان يا هكتوران، بس انت مش عاوز تفهم. انا لما اديتك فرص ما كانش ضعف مني،
ولا عشان مش لاقية حد يتجوزني زي ما بيقولوا عليا. لا خالص، لحد اللحظة دي بيجيلي خطاب. الموضوع مش موضوع الجواز، الموضوع ازاي تختاري الشريك الصح. وانت بقى شايفاني شريك صح ولا غلط؟ ما بقتش تفرق، علاقتنا ملهاش مستقبل. لا انت هتغير طباعك وتكون مستقيم، ولا انا هقدر اتقبل ده. انا بحبك وخلاص قلتلك هتغير. انا صدقتك مرة يا هكتوران، لكن خلاص مش قادرة اصدقك تاني. انت مش ملزم بأي كلام قلته، لانك مش هتنفذه. احنا اولاد عم وبس. عن اذنك، عن اذنك يا سمو الامير. وفي الوقت ده كان عزام مع ميخون في جناح الملك سكارس بيقدم له القرابين اللي اتطلبت منه، واللي كانت عبارة عن قرابين بشرية قتلهم بدم بارد. وكان حاضر في الاجتماع ده الساحر عسقلان والملك بوران. كده الساحر عزام بقى واحد مننا. أنا مبسوط بالتعاون ده يا جلالة الملك، واتفاقي معاكم هو جبل موية، جبل الذهب الخالص المخفي. ابدأ كلامك يا ساحر عسقلان. النبوءة اللي في كتابنا بتقول إن في واحد من عالمنا أقوى ما عرفت ممالك الجان، قدره مرتبط بمحارب بشري مختار، هيقتحم جبل المرضى ويحرر أباطرة نفوا فيه. خروجهم واتحادهم معناه إن هتحصل حرب عظمى تالتة بين ممالك الجان كلها، وده لو حصل هيبقى في دمار كبير لينا كلنا، وأولنا مملكة الجن الأزرق اللي هتنهار. القائد احنا عارفينه هو هكتوران ابن أرسلان، وده لازم يموت بأي تمن. بس عشان نكسر هكتوران لازم نشعل تعويذة الموت بقتل طفل من دمه، وكمان قتل 700 جني أرواحهم بريئة. وده يحصل ازاي؟ ما تقلقش، أنا رتبت كل حاجة بطريقتي. بس أنا هيبقى دور إيه؟ دورك كبير. انت ابن الساحر العظيم عبد الله الإدريسي، اللي أغلب قبائل الجن قدمت له فروض الولاء والطاعة، وعرف عن أسرار الجان أمور خطيرة، وكتب على كل ده في كتاب عنده. مطلوب منك تجيب لنا الكتاب ده عشان نعرف مين هو المختار. وبعد كام يوم كان عليان طاير من السعادة بعد ما أبوه وافق على جوازه من فيروزان، وجري على هكتوران عشان يقول له الخبر الحلو ده. فلقاه قاعد في الجنينة اللي كان بيحب يقعد فيها مع سليان، وكان معاه الجني سفروت. فضلت ورا ابويا لحد ما وافق، قلت له اعمل علاقات بينك وبين الملك المجنون ده زي ما انت عايز، لكن انا مش هتجوز اخته قارورة، واني بحب فيروزان ومش هتجوز غيرها، وقعدت ازن عليه لغاية ما وافق. مبروك عليك فيروزان. عقبال ما الامور تتصلح بينك وبين سليان. انا ضيعتها مني مرتين يا عليان، بعترف اني غلطان لما افتكرت اني ضمنتها بحبها ليا واني اعمل ما بدالي. ما هو عشان تفكيرك قطران وبتنجان. حد يفرط في واحدة زي سليان؟ وعشان مين؟ جواري وحسالة. سليان مفيش زيها يا هكتوران. وفي نفس الوقت كانت برسان قاعدة في جناحها هتنفجر من الغيظ بعد ما عرفت بقرار بنتها سليان. سلومان! يحرق سلومان واللي جابوه. نعم يا جلالة الملكة، عاوزة مني ايه؟ أنا هموت منك ومن بنتك. يا رب. عاوزة ايه من بنتي سليان؟ ما هي وافقت تتجوز، والد حاضر لجنابك والمجلس عشيرة الجان. تدخل فيروزان الجناح بسرعة بعد ما سمعت صريخ أمها من بره. ايه في ايه يا أمي؟ بتزعقي كده ليه؟
احضرينا يا فيروزان يا بنتي، تعالي انقذي ابوك من التنين اللي هياكل ده. سلومان اتلم واسكت بدل ما هنفجر فيك. فيروزان عجبك كلام اختك والجنان اللي هي فيه ده؟ عاوزة تجيب تنين احمر ناره تحرق وتدمر من مملكة الارجوان. اهدي يا امي، اعصابك يا جلالة الملكة، والدي هيفهمك كل حاجة. انا؟ لا، قولي انت يا بنتي، ربنا معاكي. هو انا عارف اخلص منها من غير حاجة؟ سليانة عاوزة تشوف مين اللي عاوزها ويستحقها بجد. التنين الأحمر ده حاجة مرعبة، واللي حابب يتقدم لها لازم يعدي نار التنين ده 5 مرات على الأقل، واللي مش هيقدر يا يتحرق يا يموت. ولو أكتر من واحد قدر يعديه هتحصل منهم مبارزة حرة. ده حقها يا أمي، دي سليان أميرة الحب والحرب. طبعا دي قائدة جيش القيروان كله، لازم تكون ليها شنة ورنة وتنة كمان. دي بنت سلومان. بلا خيبة، من براك هلا هلا ومن جواك يعلم الله. تقصدي ايه؟ خلي الطبق مستور، دي خلفتك كلها بنات. لو كان في ولي عهد ما كنتش احتجت لحد. خلاص بقى يا جلالة الملكة، والدي كده هيروح الديوان. رايح الديوان أرحم منها. وافقي بقى يا بيرو يا جميلة، وما تخافيش، سليان عقلة. أنا عارفة، بس خايفة عليها قوي. ما تخافيش وادعي لها. يلا تعالي نصالحها، هي قاعدة في جناحها زعلانة. يلا يا أمي. وبعد كام يوم كان شنجان بيفكر يتقدم لسليان، وده طبعا عشان يحرق قلب هكتوران وياخد عرش القيروان. فراح جناح أخوه أشوران ومراته فتنان عشان ياخد رأيهم في قراره ده. انت واعي لكلامك ده يا شنجان؟ ما انت عارف ان سليانة عاملة الحكاية دي عشان تريح جلالة الملكة برسان، وكلنا عارفين انها بتحب مين. يبقى لازمته ايه؟ فهمني. عاوز بس يعمل فتنة في القصر ويخلي جلالة الملك أرسلان يغضب عليه أكتر ما هو غضبان. بقول لك ايه يا أشوران، ما تعملش فيها المثالي واحنا الأشرار، وما تقدمونيش اني قلت لكم. وبعدين ما تقدمش ليه؟ طالما الخطوبة عامة وكل واحد يجرب حظه، ما جايز افوز واكون انا ملك القيروان. حتى لو كنت متأكد إن أخوك بيحبها وهي بتحبه، بس أنا من حق أجرب. مش كل حاجة تروح لهكتوران، أنا كمان ليا هيبتي وكياني. طيب ربنا معاك بقى وانت بتواجه التنين الأحمر. هواجه إيه؟ هو أنت ما تعرفش؟ أصل بنت عمنا العزيزة طالبة إن العرسان اللي هتقدموا لها لازم يواجهوا التنين الأحمر، واللي يا ولدها يخسر إما يموت أو يعيش مشوه. التنين الأحمر ومواجهة ومدان؟ لا 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 لا, لا. أنا رايح أنام. تصبح على خير. طلع هكتوران الصغير أشجع منه. أرمان مالي عقله وقلبه حقد وغيرة، ربنا يستر. وفي نفس الوقت كان أرمان بيستعد لمواجهة التنين الأحمر عشان يفوز بحكم القيروان، وكان أمه وأبوه بيشجعوه كالعادة. لازم تعدي من التنين الأحمر يا أرمان، مع إن عارفة إنك شربت من صغرك لبن التنين الأخضر وعندك منهم مناعة، بس برضو خايفة عليك. خايفة عليا؟ أرمان ما يتخافش عليه. الساحر عسقلان ومع الساحر عزام بيعملوا لك تعويذ تخلي عيون التنين تشوفك 2 و3، وده هيربكوا. وبرضه عاوزين التعويذ دي تشل حركة هكتوران. أنا مش ساكت، يوم الميدان ده يوم مهم لينا كلنا. خد حقي وحق أبوك منهم، اقهر هكتوران وانتصر عليه عشان تبقى وريث عرش القيروان، زي ما باعوني زمان وادوني مملكة فقيرة حقيرة ملهاش موارد، وكانوا عاوزين ينفوا أبوك لولا تدخل ملك الجن الأزرق وعمل لأبوك هيبة وهيلمان. قسما بالعهود السليمانية في كل ممالك الجان إن موت هكتوران هيكون على إيدي، وهاخد سليان بالذوق أو القوة، مش هيتهنى بيها أبدا،
وهكون ملك القيروان القادم. هكتوران كان لسه ماشي في طريقه للشجرة والسرداب، وفجأة يسمع هو واللي معاه أصوات تنانين مرعبة جاية ناحيته. ايه الأصوات دي؟ شكلها البداية يا سمو الأمير. كله ياخد مكانه. سمو الأمير لازم تبعد حالا. من امتى هكتوران ساب مكانه في الحرب؟ قوتك لسه مسلوبة، ما ينفعش أرجوك. هجوم! بدأت معركة شرسة بين رجالة هكتوران والتنانين، وبعد صراع طويل انتصر هكتوران واللي معاه وقتلوا كل التنانين. خلصنا منهم كلهم. دي مجرد بداية بس يا سفرون. أنا متأكد إن كل ده وراه ناس كبار قوي وعارفين أسرار حاجات كتيرة قوي. وفي الوقت ده كان مختار قاعد والدموع مالية عينيه قدام سرير عمه تمام في المستشفى، واللي كان في غيبوبة كاملة. عمي تمام، رد عليا، ما تسيبنيش. انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا عمي. ايه اللي حصل لك بس؟ وقول لي مين عمل فيك كده؟ يفتح تمام عينيه ببطء ويبص لمختار بحب. مختار، الكتاب خلي بالك منه، هتحتاجه. عمي تمام، انت كويس؟ الكتاب يا مختار. كتاب ايه؟ وموجود فين؟ خلي بالك من عزام يا مختار. عمي رد عليا. عمي تمام. تدخل تاج الأوضة فتتصدم بموت تمام، فتجري ناحية السرير وهي منهارة من العياط. لا، عمي تمام. لا، عمي تمام. عمي. ووسط انهيار مختار وحزنه على موت عمه تمام، يلاحظ إن أبوه عزام واقف على باب الأوضة، فيروح ناحيته بانفعال شديد. انت بتعمل ايه عندك يا عزام؟ مستني ايه؟ مستني موته؟ اهو مات. ما قالكش حاجة؟ ما جابش سيرة الكتاب؟ انت يا مختار مفيش وقت، انت. انا عارف انك انت اللي قتلته. عمي كان كويس، انت اكيد عملت فيه حاجة يا جباني. اخرس، ولا كلمة، بدل ما ادفنك مكانك ولا ليك عندي دية. انت بتكلم ابوك. مع الاسف الشديد اسمي مربوط باسمك، لو طول اغيره واتنازل عنه هعمل كده على طول. انت ما ينفعش تكون اب، والكتاب انا ما اعرفش هو فين ولا فيه ايه، بس الاكيد انه مهم عندك لسبب قذر وحقير، وعلى جثتي لو خدته يا عزام وبقتلني بقى زي ما قتلت عمي اقتلك يا كلب، وهوريك ازاي تقف قصاد عزام الادريسي. هنشوف. في الوقت ده كان أيهم هيموت من الغيظ بعد ما عرف إن هكتوران واللي معاه انتصروا على التنانين، وكانت معاهم سارة في أوضة مكتبه. فرقة التنانين اتهزمت قدامهم يا سارة، ورايحين ناحية الشجرة، بس احنا هنفضل وراهم. طب عزام وصل للكتاب أو عارف عنه حاجة؟ هنلاقيه. مختار يعرف مكانه، بس مش ده المهم. الأهم عندي أعرف مين هو المختار. نبوءة بتقول إن واحد مختار من البشر هيحرر جان جبل المرضى، بس يا ترى مين هو؟ الكتاب فيه السر ده. طب وهكتوران دوره إيه في القصة دي؟ هكتوران رجوعه لعالم الجان معناه إنه هيفتح أبواب الجحيم على حاجات كتيرة، هيبقى زي جهنم الحمراء اللي هتاخد كل حاجة قدامها. لازم يموت بأي تمن قبل ما يوصل لصخرة طائل الرخ. أنا قاعد راصد كل حاجة. المهم قوليلي أخبار دنيا وعبد القوي إيه دلوقتي؟ مبسوطين على الآخر. دنيا بقت زي الخاتم في صباعي الصغير، وميعادها الليلة في الفندق الكبير
عشان تقابل الراجل بتاعنا العالم المعروف، وانت عارف الباقي بقى. المهم بعد ما تخرج من عنده تكوني مجهزة لها طقم الألماس أول مكافأة ليها وترقية هنا في القناة. تاني حاجة لازم تبقى المادة المصنعة تحت إيدينا يا سارة وفي أسرع وقت. طبعا المحفل هيتعمل قريب، وعشان يتعمل ما ينفعش تتعمل أي شعائر دينية في أي مكان في العالم، والمادة دي هتنشر مفاجأة كبيرة في الدنيا كلها، الكل هيلزم بيته. عاوزين نشم ريحة الموت في كل مكان يا سارة. حلمنا هنحققه بأي وسيلة وأي تمن. وتاني يوم الصبح وصل هكتوران مع سفروت وشهب وجنودهم عند الشجرة، وكان سفروت هيدخل مع هكتوران السرداب لكن شهب منعه. سفروت، ممنوع عليك الدخول لحد هنا وكلنا هنتراجع. ده قدر سمو الأمير لوحده، ده حلو ومر. لا، انت بتقول ايه؟ مش بعد ما لقيته يروح مني. عايز اموت معاه يا شهب. ادعي له يا سفروت ان يعدي السرداب ويقتل خوفه عشان ترجع قوته. الشيخ تمام اداله خاتم يساعده علشان الشجرة دي مسحورة وليها تعويذ خاصة، واي حد يحاول يقرب هيتلاشى سواء انس او جن، لكن الخاتم ده هيحميه. يدخل هكتوران السرداب، وبرغم ان اشعة الشمس كانت مالية الدنيا بره، لكن السرداب كان ضلمته شديدة والسواد في كل مكان. وبعد ما دخل هكتوران بكام خطوة بدأ يسمع أصوات مرعبة. يا خدام السرداب، حانت لحظة النهاية لأقوى محارب وأمير عرفته ممالك الجان كلها. هكتوران، هتموت يا هكتوران. انزع قلبه يا طائر الرخ العظيم، انهش لحمه واشرب من دمه. المجد للوسيفر العظيم، المجد للشيطان الأكبر. فجأة يحس هكتوران بدوخة شديدة وتلف بيه حيطان السرداب لغاية ما يقع مغمى عليه. قوم وافتح عينك يا هكتوران، انت ابني وعارف الطريق من أوله، مش دي النهاية، انت أقوى. افتكر يوم الميدان، يوم ما شقيت التنين الأحمر. قاوم، انت الأقوى. وصيتي ليك المختار، لازم تهزم طائر الرخ. اهزم خوفك عشان ترجع لك قوتك من تاني يا هكتوران. قاوم، انت اقوى. انت انتهيت يا هكتوران، ما قدرناش عليك يوم الميدان، بس دلوقتي قدرنا. سليان ارضك وعرضك وانت جيشها. ارض اتدنست والجيش وقع، وانت وقعت وهتموت. أنا دست أرضك ولوثت وطنك وذبحت شرفك. أنا انتصرت وأنت هتموت. أنا أقوى منك وهاخد سليان. مفيش إخوات ولا دم، في مصالح وقوة. وجودك يعني موتي. أنا اللي أقوى، أنا اللي أقوى. قلت لك هوريك وهتدفع الثمن. أنا بقيت ملكة الرهان يا هكتوران، أنا انتصرت عليك ولازم تموت. قوم يا هكتوران، ما تخليهمش يخدعوك. يا ما دقت على الراس طبول، اهزم خوفك واغرس سيفك، انت الأقوى. قوم يا صاحبي، قوم. همام، أنا طول عمري بشوفك فارس ومحارب قوي. أنت قوي يا همام وهتقدر تقوم. أنا حقيقتك المكسورة وأرضك اللي داسوها. شايف
شايف جرحي بينزف ازاي؟ هاتلي فستاني، هاتلي فستاني وارجعلي من تاني. فتح عيونك عشاني زي يوم الميدان لما واجهت أرمان وطوحت سيفه وقلت لي قدام الكل إني حبيبتك ومراتك، انت أقوى يا حبيبي. فتح عيونك واغرس سيفك في قلبه. يفوق هكتوران ويقاوم ضعفه ويتحامل على نفسه ويقوم، وفجأة يرفع سيفه ويضرب طائر الرخ ضربة قوية، يقطع هكتوران رقبة طائر الرخ ويستعيد قوته، وياخد سيف المختار من تحت صخرة النحاس والألماظ. وفي نفس الوقت كان مختار قاعد في أوضته حزين على موت عمه تمام، وفجأة ظهر قدامه الجني شهب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ ودخلت هنا ازاي؟ اهدى يا مختار يا حفيد الشيخ الكبير الإدريسي. أنا اسمي شهب، جني من خدام الشيخ تمام ربنا يرحمه. أنا موحد بالله زيك ومش جاي أذيك. انا مش خايف منك، انا شفته وانا صغير جني شكله مرعب اكتر منك، بس قدرت امسكه واموته وما قلتش لحد ونسيت، ومن ساعتها ما شفتش ولا سمعت حاجة عن عالمكم. تبقى كده قطعت عليا نص الطريق. انت بتعرف تتعامل مع الجن، يعني هتفهم كلامي، بس اولا خد الخاتم ده. يدي شهب خاتم لمختار، وهو كان نسخة تانية من الخاتم اللي مع هكتوران وليه نفس التأثير. ده خاتم عمي الشيخ تمام، لما راح المستشفى ما كانش في ايده، وقعدت ادور عليه وما لقيتوش. الشيخ تمام وصاني لو جراله حاجة اجي واديك الخاتم ده، الخاتم ده اللي هيحميك. كمان وصاني اقول لك تخلي بالك من نفسك، خصوصا لو الكتاب ظهر، وخلي بالك من عزام وصاحبه. ما اعرفش هو فين ولا في ايه، وبعدين ماله عزام بالموضوع، ومين صاحبه؟ انا مش فاهم حاجة. هيظهر في الوقت المناسب، ووقتها هتفهم حاجات كتير. ودلوقتي استودعك الرحمن. استنى قولي، انت تعرف فين همام؟ عمي همام اختفى ومش لاقيه. ده سمو الامير هكتوران، واتشرفت اني وصلته لحد سرداب الشجرة، واللي سمعته عنه من مدة هكتوران دخل السرداب وقتل طائر الرخ العظيم واستعاد قوته. رخ ايه ومخ ايه؟ هو انا دخلت كتاب ألف ليلة وليلة ولا ايه؟ انا عذرك لقلة وعيك وفهمك، خلي بالك من نفسك. السلام والأمان. يختفي شهب ويسيب مختار في حيرة جديدة. في الوقت ده عرف عزام بانتصار هكتوران وقتله لطائر الرخ. كان هيموت من الخوف والقلق، وكان محتار يعمل ايه، فقرر يحضر الجن شهب عشان يعمل معاه صفقة. قعد عزام في خلوته وبدأ يقول تعاويذه. شهب يا جني مملكة الرهب، احضر بين ايدين تمام ابن عبد الله وعليك السلام والأمان. فجأة يظهر شهب، لكن كان ظاهر عليه علامات الغضب من عزام. استدعيتني ليه يا عزام؟ أنا مش تحت سلطتك ولا في خدمتك، وكفاية جيوش التنانين اللي بعتهم ورايا عشان يقتلوا هكتوران، ومهمتك برضه فشلت، وهكتوران استعاد قوته والسيف يا عزام كده خلصت. شهب أنا عندي ليك عرض ما يترفضش، مستعد أحررك من قبيلتك وخليك ملك على أي قبيلة تختارها من قبائل الجان اللي أنا مسخرهم، بس تفشي سر تمام وتقول لي قالك إيه قبل ما يموت. قالك مين المختار؟ والخاتم بتاعه فين ومع مين؟ المقابلة خلصت يا ساحر عزام، ويا ريت ما تستدعيش شهب تاني، مش هتلاقي عندي أي إجابات. السلام والأمان. يختفي شهب ويسيب عزام وهو هيموت من الغيظ. لازم ألاقي الكتاب ده بسرعة، كده كل حاجة هتبوظ. أما دنيا فقدرت تكشف خطة سارة وأيهم. لكنها جارتهم في اللي هم عاوزينه،
وراحت مع الراجل بتاعهم الفندق زي ما اتفقت معاهم، وأخدت معاها مادة مخدرة بتشل الأعصاب. بعد ما قعدت شوية معاه طلعتها ورشتها على وشه، فنام في لحظتها. وبسرعة فتح الدنيا الموبايل والأيباد بتوعه وصورت كل حاجة عليهم. وأول ما خرجت من الفندق كلمت دكتور عبد القوي في التليفون عشان تحذره وتقول له على كل اللي حصل. الصور اللي أخدتها من الموبايل والأيباد بتوعه طلع فيهم بلاوي سودة. أيهم وسارة طلعوا منظمة سرية ملعونة. انت بتقولي ايه يا دنيا؟ انت متأكدة من كلامك ده؟ يعني هم إرهابيين ولا منظمة ايه؟ هم فعلا إرهابيين بيقتلوا من غير سلاح، ده مخططهم من سنين طويلة. تقصدي انهم أيوه. وانا شاركت في المؤامرة دي معاهم؟ يا نهار اسود، وانا كنت مغيب ولا ايه؟ هو احنا كده متورطين؟ أيوه، بس مش لازم نسكت يا دكتور، في ناس كتير هتروح في داهية بسببنا. على كده تقى البنت اللي كانت بتشتغل هنا واتخانقت مع سارة اتقتلت، لأنها أكيد عرفت حاجة وقالوا انتحار. كده الأمور وضحت، أكيد هيقتلونا. وفي الوقت ده عرف أيهم باللي عملته دنيا، واستدعى سارة في مكتبه يشوفوا هيعملوا إيه في الكارثة دي. يعني إيه اختفت؟ البنت دي عرفت عننا حاجات كتير، خدرت الراجل بتاعنا، وشكلها شافت الصور بتاعتنا واحنا بنعمل طقوسنا جوه المنظمة. هقتلك يا سارة لو ما قلتليش مكانها، احنا مش بنلعب. ما اعرفش صدقني. طب استدعي الجن اللي تحت ايديك يقولك مكانها، وساعتها هنقدر نخلص منها. لو عملنا كده هنخلي الشكوك تكتر حوالينا، خصوصا ان حادثة الانتحار بتاعت البنت اللي اسمها تقى لسه الناس بتتكلم عليها. وبعدين احنا لازم نعرف هي قالت لي مين على الورق والصور قبل ما نخلص منها. وانتي استعدي، هتسافري بكرة على المغرب، لازم تبعدي شوية. وانت؟ لازم اشوف عزام عشان في حاجة مهمة لازم يعرفها، خاصة ان هكتوران نجح واستعاد قوته، وهو دلوقتي في طريقه لبوابة عالم الجان. وفي 40 عم تمام كان مختار قاعد في بيته حزين ومشغل إذاعة القرآن الكريم، وفجأة سمع خبط على الباب. ولما فتح لقى قدامه تاج، وكان في ايديها لفة كبيرة. دخلوا وقعدوا في أوضة الصالة اللي برغم بساطتها لكن عفشها كان ذوقه جميل. عمي تمام الله يرحمه وصاني لو جراله حاجة استنى لما يعدي 40 يوم وبعدها اديلك ده. يفتح مختار اللفة اللي اديتها له تاج، والفضول هيقتله. ده الكتاب اللي عمي تمام كان بيتكلم عنه. ايوه هو عمي تمام قال لي عنه حاجات غريبة، لكن حلفني اني ما اتكلمش، وقال لي مختار هيفهم لوحده كل حاجة. مختار انا خايفة عليك قوي، انا ماليش بعد ربنا حد غيرك، خلي بالك من روحك. اهدي يا تاج، انا بخير وما تعيطيش عشان خاطري. يقوم مختار يفتح الباب فيتفاجئ بدنيا قدامه. دنيا؟ مختار الحقني أرجوك. دخلت دنيا وحكت لمختار وتاج كل اللي حصل لها، وهي منهارة من العياط. ليه عملت كده وورطتي نفسك يا دنيا؟ أنا ياما حذرتك وقلتلك. ضحكوا عليا زي ما ضحكوا على ناس تانية غيري، والناس لسه مصدقة. لازم تعمل حاجة يا مختار، أنا مش عارفة إيه اللي هيحصل لي. هما بيدوروا عليا عشان يقتلوني. وجودك هنا خطر عليكي، لازم تختفي فترة. بس فين؟ تستخبى عندنا في البلد، مفيش حل تاني. صح، برافو عليك يا تاج. بس ممكن يوصلوا لها عن طريق الجن. ما يقدروش. ليه ما يقدروش يا تاج؟ اوعي تكوني انت كمان جنية. لا أنا بشر زيك، بس لما اتولدت كان ليا قدرات خاصة، وجوز خالتي تمام هو اللي كان عارف ده، وقدراتي تعرف تفرق بين الجن والبشر وتحس بيهم، عشان كده عرفت عمي تمام وحفظت السر. وانت يا مختار مهمتك تخلي بالك من روحك،
علشان روحك غالية قوي عليا، وأنا هفضل مع دنيا، مش هسيبها، ما تقلقش. حقك عليا يا مختار في أي حاجة عملتها. خلي بالك من نفسك. وإلى اللقاء مع الجزء التالي من رواية الفانتازيا والإثارة هيكتور للكاتبة الأستاذة نهالي دويدار. كان معكم في التمثيل الصوتي الفنانة فاطمة إبراهيم في دور سارة، الفنان محمد المغربي في دور أيهم، الفنان أحمد رياض في دور عزام، الفنان أحمد لاشين في دور مختار، الفنانة مي طلعت في دور دنيا، الفنان حسين خالد في دور شهب، الفنانة شيماء هاني في دور سفروت، الفنان مينا عطا في دور أرمان، الفنان طارق ريحان في دور شان جان، الفنان تامر فؤاد في دور هيكتوران، الفنانة حسنى حسن في دور نيروزان، الفنان محمد علي في دور بوران، الفنان حمادة شوشة في دور سالونان، الفنان آية شنن في دور برسان، الفنانة حنين جندية في دور نوران، الفنان ناصر مصطفى في دور أشوران، الفنانة داليا رمضان في دور ليلان، الفنانة منى حافظ في دور افتتان، الفنانة نهالي دويدار في دور ساليان، الفنانة شيماء مدحت في دور فيروزان، الفنان أحمد نبيل في دور عليان، الفنان سلامة دمرداش في دور ناثان، الفنان عادل عمار في دور أرسلان، الفنانة صفا عبد الفتاح في دور الجنية ساموران، الفنان مودي سالم في دور الساحر عسقلان، الفنان إسلام عادل في دور الملك سكارس، الفنانة نيرة عاصم في دور أرورا، الفنانة زينب عوني في دور تاج، الفنان طاهر علي في دور الأمير هازان، الفنان أحمد بوشكش في دور ريحان، الفنان محمد زين في دور الدكتور عبد القوي، الفنان أحمد عاطف في دور عبد الله الإدريسي، الفنان علي الزيبق في دور الوزير نبهان، الفنانة سندس تامر في دور السكرتيرة، الفنان أحمد عبد التواب في دور عاطف، الفنانة مريم هاني في دور الجارية، الفنان تامر يحيى في دور بهران. وكان معكم في التعليق الصوتي